بالله. يا سلام. بس بس ما تخافيش. بس ولا تنفخش ولا تنفخش شوية. لا استنى بالله. هي خلصت اهي. في رش بس في رش. رش اهي في شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تاكل قبل ما تروح الدرس. بسم الله. هذه يا رب. نرجع لوشك تاني يا أخي إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالوش الحمام ولا لا؟ مش عارف. ايه؟ هادي ده. خدي هاتلهم يا محمود شوية من الشكارة اللي عندك حطوها لهم عشان يبدأوا فيه. حطوا لهم في الطبق اللي قدامهم هنا. بسم الله. رفع غادي بقى. يلا حط لكم هنا. خرفش فوق كده يا محمود عشان يسمعوه. خرفش وانت بتحطه كده اهو. يلا روحوا انزل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدي بالله. استهدي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدي بالله. بسم الله ما شاء الله. هذا عزلنا الدول انت وهو ايه دي؟ ردوا المياه كده اهو. من جوه بعصايه كده وشهم على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي في الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بص كده يا حاج ابراهيم. بص كده. شايف ده ما كانش فيه. ايه ده ايه؟ مال؟ حط ايدك عليها كده. دي ما كانتش كده. لا مش دي اهي. هات ايدك اهي. دي والجزء ده. اللي حنين يا مان كل حنين كل. بسم الله. استهدي بالله. استهدي بالله. استهدي بالله. استهدي بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو بتاعنا بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله، وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم نصر عزيز مقتدر.
ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويسدد رميهم، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. بصوا حبايبي، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. يعني بفضل ربنا ودعواتكم ليا الحمد لله الحمد لله ربنا فرجها علينا. وهتشوفوا معايا ده اخر الفيديو بعد معاناة. يعني الفيديو دلوقتي نزل لكم 17 دقيقة. عايز اقول لكم ان الفيديو الاصلي كان دي ساعة، اللهم صل على النبي، ساعة وتلت. وبعد بقى ايه يعني مغلوبنا خالص خالص، وكنا اصلا سايبينها وقايمين. انتوا عارفين ان انا بقالي كام يوم من يوم السبت، يعني انا داخله في اسبوع اهوت زي ما قلت لكم. ان الجاموسه بتاعتي ما كانتش بترضى تحلب وكده، وكنا خايفين لا توجب مننا وتبقى ايه تحلب وجبه بس الصبح بس. فالحمد لله، وكان فضل ربنا علي عظيم. ربنا يبارك لنا فيكم وفي دعواتكم وما يحرمنيش منكم ابدا. حماية ربنا يديله الصحه. جالي كده بعد المغرب وهو بيصلي المغرب، قال لي محمود ابني قول ماما ما تنزلش للجاموسه الا ايه الا لما اجيلها. طبعا انا كنت قايله لمحمد وهو رايح الشغل، قلت له عدي على بابا اقول له ايه يجي لي المغرب يعني علشان يقف له، يمكن ربنا يهديه، عشان هو يعني ما شاء الله عليه هو الخير والبركه برضو بتاعنا والله العظيم. جا وقف كده للجاموسه زي ما انتوا شايفين، قعد يرقيها ويقرا قران فرح منها ويملس عليها كده ويصلي على الرسول عليه افضل السلام عليه الصلاه والسلام طول ما هو واقف زي ما انتوا شايفين واضح قدامكم كده. بصوا مش عارفه اسيب الكلام الطبيعي بتاع الفيديو ولا ايه، ولا اسجل عليه وخلاص. فانا قلت هسيب لكم الاتنين. يلا هنا الحمام كان مضايقنا وقرفنا، محدش عايز الحمام ده يجي ياخده. بصوا بتعمل ازاي، بترفص وبهدلتنا لمدة ساعة وتلت قاعدين تحتها، ما يعلم بنا الا ربنا. عمالين بس ايه ندعي ونذكر الله علشان خاطر ايه ربنا يرضينا فيها ويكرمنا. حاجة كمان حابة اتكلم فيها. بصوا احنا هنا كنا فقدنا الامل بقى بعد يعني كده كان عدى ساعة في الوقت. فهو قال لي بص قوم هاتلها شوية مية اسقيها وان شاء الله باذن الله ربنا يرضينا فيها ويكرمنا ويكبر خاطرنا فيها، اللهم امين يا رب العالمين. فانا رحت جبت لها كده شويه ميه، شايفين هي واقفه عماله تتلفت حواليها ازاي. انا رحت جبت لها الميه ومع ذلك هي ما شربتش، هي يا دوبك خدت بق واحد كده بس. الحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب، اللهم لك الف حمد وشكر. بق الميه اللي خدته ده فرجها علينا وعليها. هو بق واحد ما شربتش كتير، صعبان عليها يا عيني. بس اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا ما يحرمنيش من دعواتكم ووقفتكم جنبي دي ابدا ابدا ابدا، واجعله يا رب في ميزان حسناتكم. اللي عندها حماها وحماتها عايشين يعني دول بركة في البيت، حتى لو مش بتكلميهم، حتى لو ما بينكم مصانع الحداد، والله العظيم يعني احمدي ربنا. دول كده خير وبركة من عند ربنا في قلب البيت، ما بيحسش بيها غير اللي بيتحرم منها، والله العظيم. يعني مش ما تقوليش ابدا دول وحشين، يعني اصبري حتى لو هما مش كويسين معاكي او انتي او ما فيش بينكم كلام، اصبري وخلي دايما الطيب من ناحيتك، وخليكي دايما كويسة مع كل اللي حواليكي. يعني الحاجة الحلوة اللي انت بتقدميها او اللي انت بتعامليهم بيها مع الوقت هم هيفهموها. دايما بيبقى في اختلاف في انك انت طباع او اختلاف في مش عايزة اقول ثقافات، عشان احنا يعني ايه كلنا ايه هنا في الفلاحين واحد. فانت بما انك بتبقي واخده يعني انت مش متربيه معاهم من صغرك، فانت بتيجي اللهم صل على النبي ليكي طبع وهم لهم طبع. فعلى ما
الامور كده بتتأقلم مع بعضها، بتاخد وقت. فانتي حاولي على قد ما تقدري ما تغلطيش، ما تبدأيش بالشر، خليكي دايما فيكي الخير كده، ودايما كلامك كويس ولسانك طيب. اي حاجة بتقوليها تبقى ايه، تتحسب لك ما تتحسبش عليكي. ومع الوقت بيبين مين الانسان الكويس ومين الانسان اللي مش كويس، وبيتعرف والله العظيم. واللي في قلبه حنية ورحمة ده ياه كأنه ملك الدنيا وما فيها. حتى لو تعب شوية في الأول بس مش مشكلة، بعد كده ربنا بيراضيه وبيكبر بخاطره. والأصل الطيب بإيه بيبان هنا. الحمد لله الحمد لله. شفتوا أي ماجر ما صدقت أنا يعني، وأنا ماسكة الحلبات بتاعتها بحننها كده، أنا حاسة باللبن يعني بيجري فيها كده. ما كنتش مصدقه نفسي والله العظيم، كان هين عليا زغرت بصراحه. كان هو قال لي ايه اول ما تحس ان هي يعني، مش عارفه هو كان بيقول لي ايه، ان يعني اول ما تحس باللبن هاتيه، يعني ما تستنيش مثلا ان هي تحن زي كل يوم مثلا، او ما شاء الله الحلبات بتوعها هيتملوا باللبن. لا، اي بق كده تحس بيه هاتيه، وهو هيجيب غيره. وزي ما شفتوا كده في اول الفيديو، طبعا كان كل حلبة كده بفتحها بنزل منها بق واحد بس، يا دوبك ايه افتحها كده، لحد ما الحمد لله الحمد لله ربنا جبر خاطرنا ورضيت وحنت وحلبت الحمد لله. ما بقتش يعني الفرحة ما كانتش ساعة، اكني لسه اول مرة احلب واول مرة انزل تحت جاموسة، يعني احساس بصراحة لا يوصف. الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب، اللهم لك الف حمد وشكر. لسه كله انت عشان بفضل تبص. ربنا وفضل دعواتكم ليا، ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا. لا طب كل انت وروح انت محمود، انما ما تصدعنا. عايزه اقول لكم برضو والله العظيم كان مبسوط وكان فرحان بالنتيجه اللي احنا وصلنا لها. والله ده انت بركتنا يا حاج ابراهيم، ربنا يبارك في عمرك يا رب. كتير لما من الناس اللي بتعرفني يعني ما بيبقوش مصدقين ان احنا يعني الحمد لله بفضل ربنا علينا، ان ديت بقت علاقتنا سوا. احنا كنا الاول يعني انا وابراهيم يعني كنا ايه نائر ونقير، بس لما الواحد يعني زي ما اقول لكم كده مع الايام، والواحد بيفهم الشخص اللي قدامه وبيتعامل معاه على الاساس ده، هو حنين قوي قوي والله العظيم، ويعني وبيحب الخير لنا كلنا. بس هي بتبقى ايه شويه حاجات كده من الشيطان، فيلا الله يسهل له ويروح لحاله بقى ويبعد عننا ويديم بينا المعروف. اللهم امين يا رب العالمين. اي حاجه بعوز اعملها باخد رايه فيها، بقى بيساعدنا كتير والله العظيم، بيقف جنبنا كتير، مش عشان عايز مننا حاجه ولا احنا عايزين منه حاجه، بس هو وجوده بس كده بركه في البيت. وحميد ربنا يديها الصحه وطولة العمر. كل ما اروح اوديلها شويه لبن مثلا تدعي لي يا رب يصبحهم لك 10 جاموسات، مع ان انا الحمد لله يعني النية لله ان انا يعني مش عايزه افتح يعني مش عايزه اعمل مشروع كبير ولا املى ربا بايم ولا الكلام ده، عزكم الله يعني. لا انا عايزه بس حاجه تفتح البيت مش اكتر من كده، بحيث ان انا ما اخرجش بره الف في صحني، وفي نفس الوقت ما احرمش ولادي من الحاجات دي. ما انا كان ممكن اقعد واحط رجل على رجل ويعني ابقى تمام التمام واشتري كل حاجه من بره، بس انا عايزه يعني احسس ولادي بالخير، ان احنا في بيتنا خير، لان ده خير كبير من عند ربنا. وانا اتربيت على كده وحبيت ايه ان ولادي كمان ايه يعني يبقى عندهم الشعور دوت والاحساس دوت، ان احنا ده من عندنا، ده من تعبنا، ده من شقانا. عايزه اعرفهم ان اللي بيتعب بيلاقي، اللي بيشتغل دايما ربنا بيرضيه، وعلى قد سعيك ربنا هيديكي. مش مشكلة الواحد بيتعب شوية، الواحد يعني مش عارفة اوصلها لكم ازاي. يعني زي ما انتوا شايفين الواحد ومش عارف ايه، وطول النهار يعني عندي جاموسة، وممكن هدومك تكون ريحتها مش حلوة، بس انت مجرد ما بتطلعي شقتك
بتاخد الشاور بتاعك المتين، بتبقى الدنيا زي الفل، ولا اكنك عملت حاجه، ولا اكنك تعبت طول اليوم، ولا كده يعني. بصوا صوت الحلابة وانا بحلب اللبن كده، مزيكا مزيكا. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. هنا بقى عماله اقول له اجيب لك رشه لها كمان علشان تبقى، قال لي كل شوفي لو بق لبن جابته رضا وفضل من عند ربنا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على اللي انت رزقنا بيه وعلى اللي يجيلنا. اجيب لك مشوية رشة. حبايبي ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، وما تحرمش منكم ابدا ابدا يا رب، ولا من وقوفكم جنبي. بصوا انا اخر اصلا ما زهقت فيها من شويه بقيت بعمل بايديا الاتنين. انا حسيت ان انا دراعتي وجعتني، لان بقيت بشد فيها على الاخر ما بجهدي وبايديا الاتنين والموضوع ده بيعوز يعني تشد اعصابي شويه. فانا حسيت ان انا يعني عروق ايديا كده وجعتني، اجيب لك رشة حاج ابراهيم ولا ايه؟ بس الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا ورضانا في الاخر برضه. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. انا مبسوطه قوي 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 قوي. يا رب ديم علينا سترك وعفك ورضاك يا رب، وما تشمتش حد فينا ابدا، وما تحوجناش لحد غيرك ابدا. فضل ونعمة، كل اللي ربنا يرزقنا بيه ويرضينا بيه فضل ونعمة، ربنا يعوض علينا وعليها، اللهم امين يا رب العالمين. كده الحمد لله الحمد لله. شوفوا كفايه دعوه رب، يعني كفايه دعوه حمالي وهو بيقول ربنا يا بنتي يرزقكم بالرزق الحلال. الحمد لله. بقول له ربنا يبارك لنا فيك يا حاج ابراهيم، بيقول لي دي بركه ربنا. باذن الله. هتخرب بكره عادي؟ ربنا يديك الصحه يا رب وما يحرمناش من دخلتك. والله ما نتعشى سوا. والله عصر زمانك جوع. بصوا الجماعه بتبصوا له ازاي، يعني اصلا امبارح لما كان محمود ابني واقف لي ما كانتش واقفه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله كده، بس هو دخلته حلوه كده. حبايب قلبي الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى ان انتوا الفيديو يعجبكم، تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تدعوا لي كتير كتير، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ويديمكم نعمه في حياتي. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بحبكم في الله، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. سيبكم في رعايه الله.